بدك تحكي لي السبب اللي خلاك تجي على حفل تخرج لطلاب سوريين. عشان ده حفل تخرج ولاد بلدي ولازم اقف جنبهم ولازم ادعمهم. السوريين بينتقدوني، بنعمل فيديوهات فيها كوميديا بينتقدوني، بنعمل فيديوهات سياسه فيها بينتقدوني، فانا بقيت بعمل حاجه بطنش. هلا انا بعرف الناس ما بترحم بالظبط، فمهما تعمل هتلاقي انتقادات. هلا معنا صانع محتوى مصري يلي الشهير وكلياتكم تعرفوه واللي هو غني عن التعريف، معاذ محمد. معاذ محمد اللي هو حاضر لحفل تخرج طلاب سوريين في مدينة اسطنبول، واللي هو برعاية اتحاد طلبة سوريا. راح يكون معي ضيفي. اهلا وسهلا فيك يا معاذ. اهلا فيك، وان شاء الله كل سنه بنجاح، وان شاء الله كده مبسوطين بشباب سوريا وشباب العرب كلهم. معاذ سؤالي لك، انت كشاب مصري شو جابك على حفل تخرج لطلاب سوريين؟ هو ايه الفرق بين مصر وسوريا اصلا؟ مصر وسوريا واحد، هم اخواتنا ودوله واحده، وكنا بعلم واحد ودوله واحده. يعني الفرحه بتاعت المصريين هي بتاعت السوريين، وفرحه السوريين هي المصريين، واحد في شغل. ما في خلاف ابدا. لا ما في فرق. طيب انت كصانع محتوى ليش اخترت بالتحديد انه تكون هيك هادف للسوريين او لخدمه السوريين؟ عشان السوريين ناس عسل. يا سلام. والله كل حاجه ناس عسل. كلهم عسل. عسل. قديش محبتك للسوريين هيك؟ والله ما تتوصف. ان هم كمان لذلك انه انت اخترت انه يكون هذا محتوى كلياته بخص السوريين ومعنى بشان السوريين. طبعا لان هم كمان بيحبونا، احنا بنحبهم وهم كمان بيحبونا، واحنا الاثنين قريبين على بعض في الصفات وفي العادات والتقاليد وكل حاجه. طيب هلا معاذ بدك تحكي لي السبب اللي خلاك تجي على حفل تخرج لطلاب سوريين. عشان ده حفل تخرج ولاد بلدي ولازم اقف جنبهم ولازم ادعمهم. السوريين ولاد بلدك؟ طبعا ولاد بلدي. يا سلام، سمعانين؟ طيب هلا لو سالتك سؤال محرج، ما بعرف نوعه ما ممكن يكون محرج هو او لا. بالنسبه لك انت محبتك جمهورك كله سوري، انت مين بتفضل، السوريين ولا المصريين؟ ممكن يكون سؤال محرج هو، بس انت بالنسبه لك مين بتفضل اكثر؟ يعني بفضل اكثر كمتابعين. لا تعمل له هيك، عم يعمل له هيك يا شباب. كمتابعين ولا مش كجمهور وكهيك يعني انت وجهه نظرك لمين بتميل؟ اول حاجه انا مصري، افتخر بهويتي طبعا، وافتخر باللي انا بعمله لان بلدي هي اللي علمتني على كده. حلو. بس طبعا بحب الاثنين، افتخر بالاثنين طبعا. تختلف بس في واحد اكثر من الثاني، ما في اثنين. انا اليوم لو خيرتك ابيض ولا اسود شو بتقول لي؟ اكيد. مين هذا؟ اكيد مصر طبعا. مصر خلاص. شو وين السوريين بالموضوع؟ هم السوريين هم برضه مصريين، ما فيش فرق. السوريين مصريين. ما في طبعا. عد السؤال يا جدع. لا السوريين جاوب كويس. السوريين هن مصريين. ايوه طبعا. والمصريين هن سوريين. ايوه. هلا نترك هذا حكي للجمهور. طبعا. معاذ محمد اليوم باكثر من مليون متابع هادف كله بمحتوى سوري. اليوم انا لو سالت معاذ محمد شو بيوجه رساله للسوريين بالتحديد؟ بوجه لهم رساله، بقول لهم كملوا، ما شاء الله عليكم، يعني برغم الحرب اللي انتم فيها وبرغم الضغوطات اللي انتم فيها بتعملوا حاجات جميله جدا ما شاء الله. ما حدش تحت ضغط غيركم وممكن يقدر يعمل الحاجات دي بجد. انا فخور بيهم وفرحان بيهم، وان شاء الله كل سنه في نجاح، وان شاء الله يرجعوا سوريا على خير ويعمروا بلدهم بايديهم. طيب هلا سؤال استاذ محمد، بدي استضيف يلي الشخص دائما مشبهنا ورا الكواليس. تفضل فوت. هذا هو تعرفوه كلياته. مرحبا. هدول اثنين اهلا وسهلا اول فيك. هدول اثنين من اجمل صناع المحتوى اللي انا حرفيا متابعهم. يعني هو دخل عليه بعد منه فتره، وصراحه انت هي خطوه كويسه منك انك دخلت شاب سوري على هذا المحتوى. هذا الشيء تشكر مني، الشكر الي منك والشكر الثاني للشاب. فهلا اليوم انتم كصناع محتوى سوريين وين هيك بتشوفوا حالكم بالسوريين بالتحديد؟ بنشوف حالنا ازاي يعني؟ وين بتشوفوا حالكم بمحتواكم هذا؟ لمين عم بتوجهوه انتم لفئه من السوريين؟ احنا بنوجهه اول حاجه، احنا لما بننزل حاجه بناخد بالنا منها كويس، لان الحاجه دي هتوصل للاطفال قبل الكبار، فبنبقى عايزين نوصل فكره. وكل فيديوهاتنا حتى لو كوميديه هي بتوصل فكره. جميل. مش مجرد بتاع. وبعدين يعني الناس طول حياتها تعبانه بحياتها، فهي بتحب الكوميديا، بتحب هيك ترفه عن نفسها. عارفين نعمل دراما وقصص وحكايات. نعم. بس احنا بنعمل شيء كوميديا عشان الناس ترفه، تغير شكل، تغيير جو للناس. ايوه تغيير شكل. فنحن اولاد الشعب نفسه يعني، فنحن عم نعمل لاهلنا، ما عم نعمل لحدا غريب مثلا محتوى، عم نعمل الشيء اللي احنا عايشينه مثلا. حلو. الشيء اللي بنعمله مثلا بيننا سوريين كاختلاف لهجات بين المحافظات اللي بنحكيه اللي احنا اصلا عم نعمله فيديو بس يعني بشكل كوميدي. يعني لو بنوصل رساله بشكل كوميدي عشان المتابع اللي عندنا يعني نخرجه من هم الكوميديا بس. طيب معاذ، انا شفت من خلال متابعتي لك يعني في انتقاد من الجمهور جدا.
انت شو رسالتكم كصناع محتوى انتم كسوري وكمصري؟ انا بحكي كسوري عنه. انا لو شفت منه غلط، انا كسوري لو شفت منه غلط وهو لو بصير بلدي كنت انا ما بصور معه. الزلمه واقف كثير، واقف شغلات ورا الكاميرا، واقف مع السوريين، واقف مع السوريين ورا الكاميرا، انا بعرف انا الشغلات، واقف قدام الكاميرا ومع الكاميرا، وقف كثير قضايا والناس بتعرف قضايا الزلزال، قضايا البنت اللي زبط. المهم نعم. في كثير قضايا وقف معه، ولو شايف هو عم بغلط على بلدي ما بوقف معه. وغير هيك هو يعني صديق مثالي، يعني هو اكثر من اخ واقف معي. يعني كعشرتي مثلا صار لي معه سنه ونص تقريبا، عمل معي شغلات اخ ما بيعملها مع اخوه بصراحه. مع اخوه تاع السجن وطلعت يضل واقف معي وانا ضليت ما تخلى نهائيا. طيب هلا انت بالنسبه للمنتقدين لك للسوريين شو بتحب توجه لهم رساله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا منتقدين، سواء احنا بنعمل فيديوهات فيها دين بينتقدوني، بنعمل فيديوهات فيها كوميديا بينتقدوني، بنعمل فيديوهات سياسه فيها بينتقدوني. فانا بقيت بعمل حاجه بطنش. هلا انا بعرف الناس ما بترحم بالظبط، فمهما تعمل هتلاقي انتقادات. وبالنسبه بما ان عبده برضه قال عني كلمتين، اقول عنه ان هو اخ وسند. عبده كتير ساندني الفتره دي وواقف معايا سواء في المحتوى ولا ارض الواقع. من فتره من زمان كان نفسي الاقي شخص ان هو يقف معايا ويساندني ويقف معايا ويكون نفس الدماغ، يعني احنا نفس الفكر. خلص مطابقين على بعض، يعني انه مخكم راكب على بعض. ايوه حتى بالطول، يعني هلا لازم اعمل هيك بالظبط، انا بدي اعمل هيك لو وصلت. فبجد احنا مثال لحب مصر وسوريا لبعض، يعني انا مصري وهو سوري بنحب بعض جدا ودي الحقيقه. رمز حب. فاحنا بصراحه احنا مثال ليهم. طيب هلا معاذ بعد مسيره كانت مليئه بكم سنه؟ مليئه ب6 سنين. 6 سنوات. معاذ قديم على السوشيال ميديا مش جديد. طيب هلا اليوم انا لو سالت معاذ والاسم عبدو، اليوم انا لو سالت معاذ وعبدو، هل بيجي يوم نلاقي معاذ تخلى عن السوريين بعد هاي المسيره اللي كانت مليئه كلياتها من حلو؟ والله حسيب عبده هو اللي جاوب على السؤال ده ان شاء الله. عبدو تخلى عن اهلك انت شيء؟ لا تخلى عن اهلك؟ طبعا هو السوري ما يعتبرون اهله يعني انا ياما قابلت حاجات كتير، حاجات كتير سيئه ايا كانت حصلت، كان ممكن اتخلى من زمان، بس كل دوله فيها الحلو وفيها الوحش، كل انسان يخص نفسه. بس ما بتخلى عنكم عبدو؟ يعني انا سوري احيانا من كثر الانتقاد تجيه مسبات مثلا، هو يعني حتى انا بفتح مثلا الصبح الانستغرام بلاقي مسبات هيك من دون اي شيء. انا ممكن اتخلى عن السوريين بشرط واحد. شو هو؟ ان اموت. انك تموت؟ ايوه بس لما اموت اتخلى عنهم. والله جواب انا ما لقيت له، ما لقيت فوالله صراحه مني كسوري انا بشكرك، من واجب عبده كمان انا بشكره لعبده، بشكرك لك انه هذا محتواكم، يعني هو بكفي انه وقفتكم معنا، هاي بتكفي لحالها والله واجبنا. فالمنتقدين كثار، المزودين كمان اكثر. برايي انا كرساله بحب اوجهها لك انه كب ورا ظهرك وكفي ان شاء الله، كلياتنا معك ان شاء الله. كل التوفيق ليكم جميعا ان شاء الله، ومتشرفين بوجودنا معكم. وعبده كمان حبيبي كب ورا ظهرك معك. حابب اتشكر عن طلابك لاني عملوا لنا هيك رمز، يعني بنجحوا ايوه رجعنا الروح. ايوه رجع الروح. اقسم بالله انا يعني كل شاب طلع على المسرح انا حسيت بالفرحه تبعته. الاجواء قلت له معاذ، قلت له عيوني دمه هيك كثير فرحت. قال لي كمان انا كان بدي هيك. والله يستاهلوا الفرحه دي بجد، يستاهلوا الفرحه دي بعد الحرب والحاجات اللي عشنا كل فرحات الشباب يلي طلعوا على المسرح، الله يخليهم يوفقوا بحياتهم يا رب. فصراحه شكرا لكم حبيبي الله يحفظك شباب.